الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ اكل السما من اكل كله بيتي وسهل ولذيذ. والنهارده باذن الله هنعمل مع بعض اصابع البطاطس المحشيه بالبيض بطريقه بسيطه وسهله، وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه جدا لاطفالنا. بمناسبه دخول المدارس خلاص بقى هنبدا ان احنا نعمل وصفات سريعه لاطفالنا وفي نفس الوقت مغذيه وصحيه. يلا نبدأ بمكوناتنا وبطريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. 3 حبات بطاطس مسلوقين، وبعد ما سلقتهم بشرتهم وبقت عندنا كده مهروسة. عندنا كمان جبنة فيتا بمعدل ربع كيلو جبنة فيتا. كمان عندنا حزمة كزبرة على بقدونس على شبت. عندنا كمان معلقتين كبار دقيق. وعندنا بهاراتنا معلقة كبيرة ملح، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة كمون، معلقة صغيرة بصل باودر، وعندنا معلقة صغيرة كاري. وعندنا طبعا البيض بتاعنا مسلوق، انا جبته وسلقته وقسمت البيضة على 4/4 بالطريقة دي. يلا نبدأ بطريقتنا بقى ونشوف هنعمل صوابع البطاطس المحشية بالبيض ازاي وفيها قيمة غذائية عالية جدا لأطفالنا. أول حاجة هنجيب طبق فاضي أو بولة فاضية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. هنزل بالبطاطس المسلوقة والمهروسة بالطريقة ديت، وكمان هننزل بالخضرة بتاعتنا وبالجبنة بالدقيق. مش هحط الدقيق كله، حاول اسيب كده معلقة، لو احتجت هنبقى نحط الباقي. والبهارات كمان. هقلب كل المكونات بتاعتنا مع بعض بالشكل ده. بعد ما قلبت كل المكونات وخلطتها مع بعض كويس جدا بالطريقة ديت، شايفين كل المكونات عندي اختلطت مع بعضها كده بالشكل ده. هنبدأ بقى ان احنا نحشي البطاطس بتاعتنا بالبيض. هنيجي بقى عشان نحشي البطاطس بالبيض. هناخد كده بسم الله الرحمن الرحيم كورة كده، واحاول ان انا المها كويس، بعد كده ابططها بالطريقة ديت بالشكل ده كده. وبعدين هاخد ربع البيضة بالطريقة ديت وهقفل عليها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن بين ايدينا يا رب بالشكل ده. وهبقى هحاول ان انا اسويها كويس واقفلها من كل الاتجاهات واعملها زي الكفتة بالشكل ده. اقفلها كويس واخليها بسمك واحد، يعني لا تخينة قوي ولا رفيعة. احاول انا اسويها كده واظبطها بالشكل ده. عندي بقى طبق فاضي وحطيت عليه كيس، حط عليه صوابع البطاطس بتاعتنا. بقت كده عندي، بقت بالشكل ده. هعمل معاكم كمان واحدة. هناخد برضو كرة من البطاطس بالشكل ده واكورها، وبعد كده هفردها كده بالشكل ده. بصراحة طعمها حلو قوي، هتعجب الاطفال جدا. كفايه ان هي حاجة كلها فيها قيمة غذائية، يعني لما الاطفال اللي ما بتحبش البيض تحاول تاكل البيض وتحبه بالطريقة دي. هقفل عليها كويس بالشكل ده واكورها. بسم الله الرحمن الرحيم. نفردها كويس ونلمها كويس كده. شايفين حلوة قوي بالشكل ده. وهحطها في الطبق. هعمل الكمية كلها بنفس الطريقة. بعد يا حبايبي ما خلصت
اصابع البطاطس المحشيه بالبيض بالطريقه ديت. هحطها بقى في الفريزر لمده 10 دقايق. ارفعها في الفريزر لمده 10 دقايق لحد ما تتماسك كده شويه، دوبك ان هي تبرد وتسقع شويه مش تتلج. 10 دقايق وهطلعها وهنكمل مع بعض. وبعد ما سيبنا صوابع البطاطس في التلاجة يا حبايبي، سبتها في الفريزر لمدة ربع ساعة. عندنا بقى 3 بيضات، عليهم ذرة ملح، وعليهم كمان شوية فلفل اسمر. عندنا بقسماط اللي هنغلف بيها الصوابع بتاعتنا. هخفق كده البيض، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عملت البيض خفقته بالطريقه ديت. عندنا البقسماط انا حطيت عليهم شويه ملح وشويه بهارات. هنزل بقى في صوابع البطاطس بالطريقه ديت، هنزلها في البيض، بسم الله الرحمن الرحيم، بالشكل ده كده. وبعدين اخدها على البقسماط واغلفها كده، اغلفها كويس بالشكل ده، بالطريقه ديت كده، وفي طبق فاضي واحطها فيه بالشكل ده. هنزل تاني، شايفين ما شاء الله لما اتحطت في الفريزر تبرد شدت نفسها شويه بالشكل ده كده. وهنزل بالبقسماط وهغلفها بالبقسماط بالشكل ده. ما شاء الله جميله جدا، حاجه سريعه وسهله وفيها قيمه غذائيه عاليه جدا، ما شاء الله بالشكل ده كده. وهحطها في الطبق. بعد ما خلصت الكميه بتاعتنا بالشكل ده هحطها في الفريزر ربع ساعه كمان عشان تشد اكتر، وبعد كده هنحمرها. بعد ما سبت يا حبايبي اصابع البطاطس بتاعتنا في التلاجة لمدة 10 دقايق بعد ما عملناها بالبقسماط، عندي بقى طاسة على النار فيها زيت سخن جدا. بعد كده ههدي عليه وهنزل بقى بالبطاطس بتاعتنا. شوف الزيت سخن. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم هننزل باصابع البطاطس بالشكل ده، بسم الله، بالطريقه دي كده. بعد ما نزلتها يا حبايبي في الزيت بالشكل ده، اول ما تبدا تاخد لون ذهبي من تحت هبدا ان انا اقلبها واحده واحده. هقلبها على الوش التاني عشان تاخد نفس اللون الذهبي من فوق ومن تحت ومن كل الجوانب. شايفين قلبتها على الوش التاني تاخد لون ذهبي من جميع الاتجاهات بالشكل ده كده، تتحمر. وبعد كده هطلعها على طول. وبعد يا حبايبي ما قلينا صوابع البطاطس بتاعتنا في الزيت وخرجناها بقت بالشكل ده كده. صوابع البطاطس المحشية بالبيض بطريقة بسيطة وسهلة، والطعم حكاية، حاجة كده مغذية لأطفالنا وحاجة سهلة في نفس الوقت. يلا نشوفها، نفتحها واوريكم البيض من جوه عامل ازاي. اخدت واحدة وفتحتها، شايفين بسم الله ما شاء الله محشية بيض، حاجة طرية جدا ودايبة وحاجة جميلة وريحتها وطعمها حكاية. ملوها لأولادكم، تنفع ناخدها في اللانش بوكس في المدرسة أو وجبة سريعة كده ما بين الدروس وبعضها. كانت الفيديو بتاعنا النهاردة أصابع البطاطس المحشية بالبيض، حاجة سهلة وبسيطة من مطبخ أكل السما. كنتم في مطبخ أكل السما، من أكل كله بيتي وسهل ولذيذ على قد الإيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.